أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. إزاي تستمتع وتقدر النعم اللي في حياتك؟ لا يمكن أن تكون ممتن وغير سعيد في نفس الوقت. الامتنان أن تقدر النعم الموجودة في حياتك وتحس بقيمتها. الحياة تهوى الامتنان، فكلما زاد شعورك بالامتنان زاد الخير الذي تحصل عليه فيزيد امتنانك. ربنا كريم يحب العطاء، وكلما زاد عطائك زاد إعطائك. صديقك إذا لم يعبر عن امتنانه لهديتك لن تستمر في إهدائه. كذلك الكون يحب أن يكون محلا لتقديرك، والشيء الذي لا تشعر بقيمته تفقده ويذهب لمن يقدره. بممارسة الامتنان سترى أن كل شيء قد وجد لسعادتك، وكل شيء جدير بالامتنان، وسترى الحلو في كل موقف، وسترى كل شخص أنه نعمة حقيقية. الامتنان ليس رد فعل للأشياء التي تحدث، بل أسلوب حياة. كلما تفننت في الامتنان للأشياء الصغيرة في حياتك تجلت أشياء أكبر من مصادر غير متوقعة، إلى أن تصل أنه ليس لديك أي شيء في حياتك لا تشعر بالامتنان له، فكل شيء له أسباب كثيرة لكي تشعر بالامتنان. الامتنان اللامشروط أن تشعر بالسلام في كل لحظة في حياتك، بغض النظر عن الظروف المصاحبة لتلك اللحظة. والقلب الممتن يميز الخير في كل لحظة وفي كل تجربة، ويعترف بالعرفان للعاطي. عندما تكون حاسس بقيمة اللي عندك، فحين تعطي للآخرين هدية سيدركون قيمتها، وستدرك أن العطاء هو الأخذ، وأن الأخذ هو العطاء، لأن كلنا واحد في الحقيقة. فإن تقديمك لهدية ليس أفضل من استقبال الهدية. الحقيقة أن امتنانك هو الذي يعطي الهدية قيمتها. الآن وفي كل لحظة يوجد شيء على الأقل يستحق الامتنان. وإن اعتبرت أن النعم الموجودة في حياتك عادية، وده الطبيعي، وإنها محتمة الحدوث وتعودت عليها، فلن يعارضك أو يجادلك القدر في تصديقك، لأننا تربينا نضخم المواقف السلبية ونتعامل مع الإيجابي أنه عادي، ونعد عليه أمور الكرام. بل خذ المواقف التي تحدث لك كهدايا خاصة لك أنت، وامتنانك هدية خاصة منك للكون ولخالق هذا الكون. تذكر أنه يوجد شيء إيجابي في كل شيء. تمرين الامتنان. الامتنان قول وفعل، ليس بالقول فقط أو بالفعل فقط. أنت امتن للي عندك من أهل وأصحاب ومنزل وطعام وسرير وغطاء وحذاء بيحميك، وأشياء لا تحتاج علاج وإصلاح، سواء ماديات أو صحة جسدك، وإنترنت يسهل الوصول للمعلومات. وأن تمتن لما لدى الناس، وأن تمتن للتحديات اللي عندك لأنهم بيعلموك. وامتن لواقعك الحالي لأنه بيعرفك إيه اللي جواك. كل يوم قبل ما تنام تكسب 50 حاجة ممتن ليها النهاردة. ممكن في الأول تلاقي صعوبة، ولكن ده هيجعلك في أغلب يومك بتفكر في النعم، وكل يوم هيكون عندك المزيد لتكتبه. لن تترك الصفحة فاضية، ودور على الحلو في كل حاجة. الشعور بالامتنان يجعلك تنتبه للأشياء السعيدة في حياتك، والشيء الذي تمتن له تزداد استفادتك منه أكتر ويتحسن أداؤه. كل ما عليك فعله أن تتذكر فوائد كل حاجة عندك مهما كانت بسيطة. الامتنان لديه القوة لأن يحول التحديات لإمكانيات،
والمشاكل لحلول، والخسارة لمكسب. فهو يجدد طاقتك ويوسع آفاق رؤيتك، ويسمح لك برؤية الجوانب الخفية. تذكر أن هناك هدية دائما في كل تجربة، والتعبير عن الامتنان يساعدك في الحصول عليها. كلما زاد امتنانك للموجود أتى لك ما تتمناه. الامتنان يجعل الخيال الذي تتخيله واقع السر. أن تعبر عن امتنانك قبل أن تستقبل النعم. بينما تعود النعم في وعيك لا تزال خفية، لم تتجلى بعد. الكثير يمتن لما لديه، والقليل يمتن لما سيأتي إليه. تذكر أننا لا نملك أي شيء حتى نشعر بالامتنان له. سبب عرقلة النعم إليك هو نفس السبب الذي يعرقلك، بل تشعر بالامتنان. الخلاصة أن التعبير بالامتنان هو الإيمان أن هناك خالق يقوم بإرشادنا وحمايتنا إذا لم يحدث شيء إيجابي في حياتك. فكل ما عليك فعله هو أن تفحص مقياس الامتنان، وكلما زاد امتنانك حصلت على المزيد مما يستحق الامتنان. وتقديرك للموجود في حياتك يجعلك تعيش الجنة هنا. الامتنان منهج يغير نظرتنا لحياتنا ولأنفسنا، وعندما نشعر بالامتنان كل شيء يتغير. فالامتنان لا يعالج الأمراض فقط، بل يعيد الشباب إلى الجسم. تذكر أن الامتنان أسهل طريق للسلام الداخلي. ممتن لك لسماع هذا الفيديو، فأنا أقدر وقتك وأقدرك. مع خالص أمنياتي لكم بكل توفيق وسعادة. إلى اللقاء.